انتم مو العرق الذهبي واحنا العرق الطيني. هاي النظرة الفوقية جاي تعاملنا بيها انت. لا ما صحيح. هي عيب، هذه مغالطات، هذه ما صحيح. بقيمي. هذا الكلام ما صحيح. لو سمحت لي الكلام انا ما صحيح. سمعتك باحترام. لو سمحت لي سمعتك باحترام، اسمعني وبعدين علق. شلون انا اوضح لك؟ انت صار ساعتين تروح وتقول لولا ايران كان صار بالعراق هيج، لولا ايران كان صار بالعراق هيج، لولا ايران كان صار بالعراق هيج. لما نقول لك هذه وجهة نظرنا تقول انتم مضللين بالدعاية الامريكية، انتم مضللين بالدعاية الاسرائيلية، انتم مضللين بالدعاية السعودية. اخي المحترم، انت ليش تعتقد بأن أنت عندك عقل وعندك وعي وقادر على أن تفهم المؤامرات الإقليمية والدولية ضد بلدك ومصالحك، ولكن تتصور بأن العراقيين شعب تافه لا يستحق أن يقرر مصيره، لدرجة أنه أنت لما نقول لك وجهة نظرنا أنت تعتقد إحنا مغرر بينا وكأننا صبيان وأنتم الوحيدين اللي تفتهمون بالمنطقة. أخي المحترم، خليني أكون صادق معك. أنتم جربتوا التحالف مع هاي المنظومة الفاسدة من ميليشيات وأحزاب فاسدة جابتها الدبابة الأمريكية. سخو ما تريد تنكر هاي، جابتهم الدبابة الأمريكية للحكم، وإنتم كنتم شركاء للأمريكان في تأسيس هاي المنظومة السياسية اللي أفرزتها 2003. سؤالنا إلك بكل حب واحترام، أنت أخي مو جربتوهم؟ شفتوا شنو وصلوا لكم؟ وصلوا لكم صرتوا مكروهين بالعالم. لاكو دولة عربية تحبكم، لاكو دولة أوروبية تحبكم، لاكو أمريكا تحبكم، المجتمع الدولي كله يتهمكم والمنطقة كلها تكرهكم، لدرجة وصلت الناس تتفاوض مع إسرائيل تريد تسوي اتفاقية السلام وياها بس حتى تخلص من عندكم. يا أخي أرجوك حاولوا تنظرون بموضوعية وتهدئون شوية. انتم الآن دولة مكروهة بالعالم، احنا العراقيين صرنا مكروهين بسببكم، الشعب اليمني صار ضحية بسببكم. هسه انا ما اتهمكم اقول انتم لوحدكم، لا، اكو شركاء وياكم بالورطة، الدول العربية، الخليج، السعودية، قطر، الامارات، تركيا، اسرائيل، امريكا، بريطانيا، كل هذول شركائكم باللعبة. ولكن من الضحية؟ الضحية الشعب العراقي، الضحية الشعب السوري، الضحية الشعب اليمني، الضحية الشعب البحريني، الضحية الشعب الليبي. يعني انتم دمرتوا المنطقة. اخي المحترم ارجوك حاول تفهم هذا الصوت. هذه رسالة اخوانكم العراقيين اللي ما يردون عداء لكم ولا نكر لكم اي عدوانية. احنا نحب الشعب الايراني ونتمنى لهذا الشعب الازدهار، ونتمنى ان نكون شركاء صحيحين حقيقيين. هاي الشراكة مثل شراكتكم ويا سلطنة عمان، مثل شراكتكم ويا روسيا، مثل شراكتكم ويا الدول المحترمة. احنا نريد شراكة مبنية على احترام واقتصاد.